السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اسمي وفاء علي ودي قناتي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم واكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. وقبل ما نبدأ الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. زي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا بننخل دقيق. ده كيلو ونص من الدقيق يا جماعة، ده كيلو ونص من الدقيق. ان شاء الله هنعمل ايه؟ نعمل بيتزا ان شاء الله. فبتعملي كيلو ونص، بعمل كيلو ونص. كل واحد بيفنن في البيتزاية بتاعته، بعمل لكل واحد بيتزاية بتاعته. انا ام الاربعة اطفال، عندي 3 اولاد وبنوتة، والاب والام طبعا يبقى احنا ستة في الافراد في الاسرة. معجنات لازم ننخل الدقيق كويس جدا. في اي معجنات يا جماعة، في اي حاجة هتعجنيها بدقيق لازم تنخلي الدقيق كويس جدا. وديت اهم حاجة في ان الحاجة تنجح منك، ان انتي نخلتي الدقيق. نخلت الكيلو ونص من الدقيق، نسمي بالله كده نعجن بقى الدقيق. الكيلو ونص هيعملوا 6 بيتزات، يعني البيتزا هتبقى واقفة معايا على ربع كيلو. طبعا البيتزا مش بتخلص في يوم، يعني هما ساعات بيسيبوها بياخدوها معاهم في اللانش بوكس بتاع المدرسة، وساعات ما بيجوا من المدرسة او قبل ما يروحوا بياكلوها، او بيستنوا اول ما يجوا ايه يحطوها. حطيت رشة معلقة ملح، نص معلقة او معلقة ملح، ورشة بيكنج باودر. وكنت طبعا عاملة الخميرة مع معلقة سكر مع نص كوباية مية دافية، ولقيتها خمرت اهيت. كنا ايه نقلبها بقى على الدقيق، هنحطها على الدقيق. وهنحط كوباية لبن. يا سلام لو لبن رايب بقى، وعلبة زبادي. وهنحط كوباية من المية او نص لتر من المية. الكوباية اللي هي البرتقاني ديت عندي نص لتر، فبتاخد نص لتر من المية كده. وهنبدأ نقلب مع بعض. بدأنا بقى كده. خلاص المعلقة حطيت كمان ايه ربع لتر كمان من المية. بدأنا نعجن بقى مع بعض. المعلقة طبعا ما مشيتش فيها، بدأت اعجن بايديا. عجنتها خلاص وقلت اغطيها واركنها على ما ايه اعمل ايه. نبدأ في نعمل الحشوات بتاعت الايه البيتزا. فكان عندي عندي لانشون قطعته، وكان عندي سوسيس برضو قطعته. فقلت بقى اقطع كمان قرنين فلفل اخضر رومي. الحاجة الموجودة عندك، يعني ما تبدأيش تكلفي البيتزا. احلى حاجة فيها انها بتلمي الحاجة اللي عندك. يعني لو عندك معلقتين لحمة مفرومة حطي عليها، لو عندك حتة بانيه ممكن تعمليها ببصلة وحبة فلفل وتحطيها على البيتزا، بتبقى جميلة قوي. عندك بواقي الفراخ بتاعت الاسبوع اليوم اللي قبله، تبقى جميلة برضو قوي. وجبت كمان بصلتين كده قطعتهم شرايح كده مدورة جميلة قوي، فصصتهم من بعض بقت جميلة قوي. فاهم حاجة يعني البيتزا. بصي اللي مدوخني ده مالك بص. من دول بصوا، ولا بين الصيف ولا منه شتا، فالواحد بص ما بيصدق هيلقط برد في اي طريقة. خلصت البصل كده وقلت افصصه من بعض كده عشان يبقى الشريحة خفيفة، ما يبقاش لازقين في بعض. تمام. فقلت بقى اما اخلص البصل ده هنروح نبص على العجينه. كنت ببص عليها لسه ما لقيتهاش، لسه خمرت. بس اهم حاجه يا جماعه ما تسيبوش العجينه تخمر كتير، يعني ربع ساعه نص ساعه بالكتير قوي، عشان البيتزا ما يبقاش فيها ريحه خميره. فللأسف بقى الكاميرا خدعتني وما صورتش تشكيل البيتزا. للأسف يا جماعة والله ما كنت أعرف خالص الا بعد ما خلصت التصوير خالص. كده خلاص انا طلعت البيتزا. والله يا جماعة كنت زعلانة قوي عشان ما صورتكوش وانا بشكلها. المهم دي البيتزا هي طلعت، كانت جميلة قوي، طعمها تحفة وهشة وطرية، حاجة كده. ما اقول قرص جميلة، احلى من القرص، حاجة كده تحفة ما شاء الله عليه. انا كنت مستعجلة عشان التصوير، كنت عايزة اقطعها لكم في التصوير. فكنت بقطعها كده بسرعة، يعني عشان التصوير ما طولش عليكم في الفيديو. فقطعت بس حتة كده عشان اوريها لكم الاول. بصوا يا جماعة والله، بصوا حاجة كده خيال، وصف خيال بجد.
بسم الله ما شاء الله عليها طريه. بص مش مستحمله ايديا، مش مستحمله ايديا تمسكها. بصوا والله ما شاء الله عليها. وعملت لهم بقى الكاتشب ده في البيت برضو، هبقى اعمله لكم كده في فيديو لوحده. طبعا حاجه نظيفه غير اللي انت تشتريه من بره، طبعا حاجه انت عاملاها بايديك ونظيفه. بس هم كلهم كانوا واقفين جنبي مستنيين يدوقوا البيتزا يعني بس بعد ما هم اللي عاملين اصلا البيتزا بتاعتهم، فهم كانوا مستنيين يدوقوا طعم البيتزا بتاعتي ايه. بسم الله ما شاء الله عليها، حاجات كده والله خير. الكاتشب كان طعمه تحفه، احسن من اللي بنجيبه من بره 100 مره.